اهلا بيكم في برنامجكم حكايه كل بيت. قالوا لنا زمان يا مأمنة للرجال يا مأمنة للميه في الغربال، وقالوا لنا كمان قصقصي ريش طيرك قبل ما يلوف على غيرك. امثال كتير بتقول ان الراجل منبع الخيانه والست هي الاخلاص، فهل الكلام ده حقيقي؟ انا ست بقول لكم لا والف لا. زي ما في راجل خاين، في كمان ستات كتير خاينه والخيانه بتجري في دمهم. طب ليه الراجل اتعرف انه خاين والست منبع الاخلاص والوفاء؟ هقول لكم ببساطه، لان كيد النساء غلب كيد الرجال. ومبقاش عندي ثقة في أي ست. اكتشفت خيانتها قبل الفرح بيوم. قالت لي أنا مش ندمانة. هل الغلط من مين بالظبط؟ أنا بقيت خايف من قرار الجواز مرة تانية. مش بس العقل بيقول ان الست خاينه زي الراجل، تعالوا مع بعض نشوف الارقام والاحصائيات. الخيانة مرفوضة من الراجل أو الست، بس صدقوني خيانة الست بتوجع أكتر، خصوصا لو الراجل اكتشف دوت قبل الجواز بساعات. أنا اسمي عين ألف، من محافظة البحيرة، عندي 32 سنة. أنا كنت على طول بسافر، فاتفقت مع عمي إن أنا آخد بنته. فطبعا اتفقت كل حاجة وخطبتها، واتفقنا ان احنا بعد سنتين ان ان شاء الله هنكتب كتابنا وندخل. المهم عدى السنتين ونزلت مصر. المهم يوم الحنة خدتها عشان اوديها كوافير، فنسيت التليفون بتاعها في العربية بتاعتي. فجالها مسج من تليفونها، فقلت افتح التليفون. بصيت على التليفون لقيتها واحد شخص غريب معرفوش بعت لها رسالة. فقعدت اقلب في التليفون، فلقيت في المسج بينها وبين الشخص الغريب دوت صور غير اخلاقيه. فطبعا لما روحت واجهتها وهي في الكوافير، يعني قالت لي انا عملت كده. فبقول لها انت ازاي كمان بكل بجاحه اللي انت تقولي له اللي احنا هنتقابل بعد ما جوزي يسافر بعد شهر العسل. قالت لي هو كده اذا كان عاجبك. يعني بصراحه انا ما شفتش بجاحه اكتر من كده. المهم رحت لعمي ووريت له الصور اللي بينها علاقه بين الشخص التاني. فقلت له بنتك فيها علاقه محرمه بينها وبين شخص تاني. قال لي اذا كان عاجبك هتتجوزها غصب عنك. قلت له طبعا لا، انا ما شيلش غلطه مش غلطتي. راح قال لي هشوف هعمل فيك ايه. المهم جم راحوا خدوا عزالي كله، وانا طبعا كنت كاتب في القايمه ذهب بحوالي 200 جرام وهي اصلا لابساه. ودلوقتي هم خدوا عزالهم وخدوا الذهب بتاعهم وخدوا كل حاجة. وبرضه بعد ده كله انا قلت خلاص مفيش مشكلة عندي، اللي انا الموضوع ينتهي، بس اللي انا مش عايز مشاكل.
راح عمي رفع علي قضيه عزال ورفع علي قضيه نفقه، وانا دلوقتي مهدد بالحبس. هي اللي كانت صرحتني من اول وقالت لي ان هي بينها وبين شخص تاني علاقه محرمه قبل الخطوبه، وكانت قالت لي استر عليا ابن عمي. كنت ممكن ان انا اخد القرار او استرها او لا، بس بعد ما انا اكتب الكتاب وبكل بجاحه تروح تقول لي لا هو كده، طب انا يعني اعمل ايه؟ هي المفروض يعني ان انا اكمل الجوازه واسيبها واسافر وهي تمشي على حل شعرها؟ طبعا ما يرضيش ربنا ولا يرضي حد. هم ليه دايما بيلوموا الراجل عن الست؟ ايام زمان كانت الراجل كان بيسافر كانت مراته بتصونه وبتصون عرضها وبتصون كل حاجه، وشوفناش كل الكلام دوت. ليه الموضوع ده انتشر الايام ديت؟ وليه دايما اقل غلطه بيعملها الراجل بتلوموه وتقول ده هو عمل وهو سوى؟ ليه ما تلوموش الست اللي نسمع عنها اللي هي تجيب عيل من واحد تاني، ونسمع عن الست بتتكلم مع واحد تاني بقى وعلاقات محرمة؟ طب الوضع دوت المنتشر دوت مين السبب؟ هل هو احنا الراجل مثلا، ولا الست هي اللي غلط، ولا المجتمع هو اللي غلط عموما، ولا مين السبب بالظبط؟ ربنا نزل علي هدوء وسكينة وعملتش جريمة. الوجع كان باين في صوت بطل حكايتنا وفي تفاصيل حكايته. بعد الفاصل هنسمع حكايات فيها وجع أكتر بكتير. ورجعنا لكم بعد الفاصل. حابين النهارده نحكي عن قضية حساسة، بس مع الأسف هي موجودة في مجتمعنا. حابة أرحب بضيوفي الأستاذ محمد هادي والمستشار تامر أبو جبيكة محامي أستاذ محمد، ومعانا النهارده مدام ألف عين. خليني أبتدي بالأستاذة ألف عين. برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. الأول أنا عايزة أقول لحضرتك إن حضرتك متشكرة إن أنت جيتي، وإن حضرتك حد شجاع جدا، وإنك تيجي تعترفي بغلطك، فأنا بحييكي عليه. انا حضرتك عايزه اقول لحضرتك انت الاول كنت متجوزه كام سنه؟ بقالك كام سنه بقالي متجوزه؟ 5 سنين اتجوزت، بقالي 5 سنين. وبعدين جوزي كان بيحكي اسراره لصديقه، يعني على كل تفاصيل بتاعتنا بالظبط اللي بتحصل بيني وبين جوزي. كل صديقه؟ حاجه تمام. كان كل حاجه يقولها له، كل حاجه يقولها علينا انا وهو. وبعد كده في مره قلت له ليه بتقول كده؟ دي حاجات اسرار بيت واسرار كده، ما طب ينفعش. حضرتك عرفتي منين ان هو بيحكي لصديقه؟ ما اقول لحضرتك بقى، ما في الكلام جاي في الكلام اهو. في مره خلاني برضو نتكلم على طول انا وهو في خناقات على طول، وعينه زايغه على الحريم كتير. هو انت ست انت، وانت اصلا ما تسويش حاجه، وكان اهانه على طول على طول منه. في مره صديقه كان قاعد معانا وضربني قدام منه واتخانق معايا قدام منه. صديقه حاول يقرب مني مره واثنين وثلاثه، وانا طبعا رافضه الموضوع ده اصلا، عشان انا يعني حضرتك عندك اولاد؟ معايا بنت. اتفضلي. وبعدين انا حاول يقرب من حضرتك ازاي؟ يعني ايه حاول يقرب منك؟ يعني قاعد يقول لي لا ده الكلام اللي بيقوله دوت، ده بيقول لي انت يعني بيشتم قدام مني. قلت هو انت ست؟ انت اصلا ست، انت مش عارفه ايه. كان بيبقى قدام الزوج الكلام؟ كان بيبقى قدامه. طب كان رد فعله ايه لما بيلاقي صديقه بيقول لك لا ما ينفعش؟ صديقه بيحاول يتقرب لحضرتك. أيوة. رد زوجك كان ايه؟ لا ده ما كانش في دماغه حاجه، كان بيحكي كل التفاصيل بتاعتنا احنا له، يعني دخل في كل حياتنا، اتدخل كده في كل، عارف كل حاجه عني. وبعد كده قرب ليا بقى، قعد يتكلم معايا وبتاع، وحاول ياخد رقم تليفوني كذا مره، وحاول يجي في البيت كذا مره، وحاول مثلا كنت انا في المطبخ بعمل شاي، دخل ورايا عشان ياخد النمره بتاعتي وكده. حاول ده كان في وجود الزوج؟ وهو انا دخل مثلا وهو يا استاذه يعني معلش عشان بس الناس تفهم. يعني في وجود الزوج هو داخل وراك المطبخ؟ يعني الزوج المفروض بيقول له انت رايح فين؟ انت جاي منين؟ بقول يعني داخل مثلا في الاول وفي الاخر دي بيوت فيها ست، فيها زوجه، ما ينفعش الضيف
يتعدى حدوده ويخش ما المطبخ من شافوش غير بقى، استئذان ما شاف- الزوج الا لو داخل الحمام والزوج متهيألي آه. بيوصله، ده المفروض اللي احنا لا عارفينه. هو سابه يخش، هو سابه يخش، ما قالوش تعالى اتفضل ولا اي حاجه، عشان بيقول لك كان بيحكي كل ادق التفاصيل كان بيقولها له، وبيشتمني قدام منه وبيهني قدام منه وبيضربني قدام منه. هو بقى لما استنز الفرصه دي، لو عارف كل حاجه عني وعارف كل قصه حياتي، انت ازاي تستحملي العيشه دي معاه؟ تستحملي ايه اللي انت ليه ده انت قمر، ده انت جميلة. دخلك يعني من باب دوت، دخلني من باب دوت. الحنيه، وانت مظلومه، فازاي تكملي؟ محرومه من الكلام ده يعني. نعم. كان على طول بيهني على طول ويضربني على طول ويشتمني على طول. هو انت ست، انت تعالي شوفي بره عاملين ازاي، بره ازاي لابسين ايه وعاملين ايه. قلت له انا لو مقصره في حاجه هعملها، انا مش مقصره، انت اصلا عينك زايغه اساسا. طيب ايه اللي حصل بقى بينك وبين صديقه؟ المهم مره بدات بقى ايه احبه ويحبني، ودخلنا بقى يعني حاجه محرومه منها، لقيت حاجه تانية بتطلب عليا وتقربني ده، بدات اعمل يعني ايه، خلاص بدات ايه احبه ويحبني وبتاع، بقى اسجل المكالمه بيني وبينه، ابعت لي صور بتاعتي. جه في يوم بقى قال لي بص بقول لك ايه، انا مسجلك مكالمات وصور كلها عندي، لازم تجي لي البيت. انا صراحه انا قعدت افكر في الموضوع كتير جدا، وندمت اصلا ان انا يعني ايه، ازاي انا كلمته وازاي انا كده، يعني رجعت نفسي كتير عشان انا بصلي والحمد لله وقريبه قوي من ربنا. غصب عني بقى هو اللي خلاني ايه اروح له البيت. حصل بينا ايه علاقه. بعد العلاقه ديت روحت البيت بقى، مش قادره اقول لك انا كنت نفسيتي عامله ازاي، ولا كنت ايه اللي حصل لي، مش مدركه ان انا عملت كده او حصل كده ازاي. طيب هقف عند النقطه دي وهروح اتفضل. لحكايه اغرب مع الاستاذ محمد. ازاي حضرتك بعد 11 سنه حضرتك اكتشفت الخيانه والطعنه الكبيره ان مع الاسف في اولاد مش اولادك؟ ازاي عرفت ده؟ والله هو الحكاية بدأت من 2018. أنا كنت بشتغل في مجال السياحة، اتخرجت في 2003، التحقت بالعمل بعد التخرج بفترة بسيطة. ربنا كرمني بمجال عمل هنا في القاهرة سنتين، بعد كده التحقت بشرم الشيخ. في الفترة دي كانت الدخل المادي كان كويس، كنت مرتبط بالشيء دوت، لأن هي ده الشيء ده اللي هو المدام. اقل حاجه يعني السنه اللي ترتكب تمام. الجرم دوت، فليها وصف تاني، فانا بنفسي ان انا اقوله على شاشه التلفزيون. ولكن اتقدمت، دخلت البيت من بابه زي ما بيقولوا، تبعت الاصول، اجتهدت في حياتي. كنت زوج يعني بشهادتها هي وبلسانها هي، وعلى مرأى ومسمع من كل الناس اللي متابعه القضيه بتاعتي في كل بلدان العالم. ان انا يمكن قالت عني ان انا زوج بيتمنى اي انسانه في الدنيا. شاءت الاقدار بعد الاحداث المؤسفه اللي طب حصلت هي لما في قالت مصر. عن حضرتك كده، طب هي خانتك ليه؟ ما ان أنا حضرتك زوج جاي مثالي لحضرتك. وزوج اي زوجه تتمناه او اي واحده تتمناه. والله ليه خانتك؟ ده الشيء الحقيقي الملموس فيا، ومش بشهادتي انا، عشان ما بشكرش في نفس ولا ده الإبليس. كلام من ورا القلب ساعه ما اتحطت في الموقف؟ لا ده كلام صادق جدا يعني، اصل مش انا اللي قلته، هي اللي هي قالته. كانت في لقاء مع احد الاعلاميين تمام. وقالت الكلام ده بمحض ارادتها يعني. فالتحقت نتيجه للاحداث المؤسفه اللي حصلت في مصر، اللي كلنا اكيد عارفينها من 2011. الوضع الاقتصادي كان صعب شويه، فالتحقت بنفس جهه العمل اللي انا شغال فيها في مصر هنا، بس خارج مصر في احد الدول العربيه وتحديدا قطر في الدوحه. قعدت هناك 7 سنين، اجتهدت، ترقيت مره واثنين وثلاثه. كنت مثال للموظف المحترم، سفير لبلدي. بره بلدي اترقيت 3 مرات زي ما قلت لحضرتك، خدت هي شهادات. ال7 سنين حضرتك سافرتهم ما بتجيش فيهم خالص؟ لا طبعا بتنزل بنزل طبعا زي اي مصري مغترب يعني. تمام. نزلت في 2018، تمام، استقريت، حاولت ان انا يعني ربنا بعد غربه طبيعي ان انا يبقى معايا مبلغ تحويشه العمر بقى، ان انا ابتدي ان انا اسس بيزنس ليا. ففوجئت في اكتوبر 2018 برسائل جايالي من حساب غير معلوم في البدايه. استاذ محمد مساء الخير، انا فاعل خير، اولا زوجة حضرتك بتخونك. كان في مقدمات في اخر شهر بقى، في شهر 9 تحديدا، مع الزوجه يعني؟ ابتدى يبقى في مقدمات تظهر كده غريبه، مش يعني تغيير من الزوج. طبعا ابتدى انت يبقى حسيت؟ في ابتديت بس مش فاهم السبب ايه يعني. لسه لو كنت كان هقول السبب، لحضرتك قبل ما يجي لك المسج دوت، ما حسيتش ان هي متغيره في ايه؟ ما هو ابتدى ما بقى اتكلمتش معاها؟ ابتدى في شهر 9
يحصل بعض التغيرات. تغيرات زي ايه؟ اختفاء موبايلات، اختفاء ذهب، اختفاء فلوس، وعلى طول نكران. طب فين؟ عفاريت مثلا بتخش بيتي، تخش تاخد الحاجه وتخرج. المهم، فكل ده انا مش فاهمه. خناقات على اسباب تافهه، تعذيب للبنت الكبيره، وارجع السبب ايه؟ بتتشاقى مع اخواتها، زعلتها، حتى لو زعلتك تعذبيها. تعذيب لبنتها لبنتها الكبيره تحديدا، شمعه بالتحديد. تتلسع في رجلها، في ايديها، مش معنى البنت أنا آسف. الكبيره يعني كل دي هم كلهم ولادها. كل دي طبعا تقرير الطب الشرعي قاطع، كلهم ولادها. قاطع مانع لا جدال فيه. طب بس كلهم مش ولادك انت. مش ده تقرير طالع مستحيل. كون ان التقرير يا فندم يطلع يقول ان مستحيل، ده معناه ان مفيش مجال للشك اصلا. تمام. لان التحليل الجيني بيبقى ليه عوامل ومعايير معينه بيتقاس عليها الجينات الوراثيه ما بين الاب والام. الثلاثه كلهم مش اولادك؟ الثلاثه مش ولادي. الثلاثه ده غير اللي سقطته. يعني الثلاثه مش ولاد حضرتك؟ ثلاثه مش ولاد هو حضرتك. حضرتك اصلا ما بتخلفش؟ لا الحمد لله تمام. بتخلف. كويس تمام الحمد بس لله. ما خلفتش منها خالص؟ شاءت الاقدار وشاء النصيب انك ما خلفتش اني منها. ما اخلفش. المهم اوكي. مشيت ورا الرسائل. حصل شويه حاجات كده يعني عشان وقت الحلقه ووقت حضرتك. اتاكدت ان في حاجه غلط بتحصل على الارض. ابتديت اراقب، اتحرى، عرفت ان هي فعلا على علاقه بنفس الشخص اللي جاي لي المعلومات عنه في الرسائل. عرفت بعد كده ان هم مأجرين شقه جنب السكن بتاعي، مقدمين نفسهم زوج وزوجه، معترفين. يا معقوله؟ طبعا معترف. وده كله طب مش بيبقى فيه قسيمه؟ ما مش فاهم. انا سالت المالك قلت له حضرتك بتأجر ازاي من غير قسيمه؟ بدون قسيمه. قال لي ان هم قسيمة قدموا جواز. قسيمه. معاهم قسيمه. قدموا قسيمه مزوره يعني. ده بالتاكيد يعني. تمام. طب حضرتك احتفظت بالقسيمه ديت؟ قال لي انا بطلع. بيطلع على الاصل ويديها لهم. واداها لهم تاني. وكل شيء يا ابني كان قدامي طبيعي، زوج وزوجه واطفال. طب حضرتك تمام. خدت نسخه من العقد تم ارفاقها واثباتها في ورق القضيه. مشينا قضيتنا. ابتديت مشواري بتحليل استرشادي في معمل المختبر. طيب قبل ما تروح للشق القانوني، كلمني عن احساسك لما اكتشفت. لا احساس ايه بعد 11 سنه، والمصيبه الاكبر ان اكتشفت ان الاولاد مش اولادك. ساعات الراجل يعني بيكتشف الخيانه، بس اللي بيصبروا اولاده ويمسحوا دمعته، لكن انت ولا ده ولا ده. انت في ثانيه واحده لقيت المدام خاينه، يعني 11 سنه اتهدت ولقيت ان الاولاد مش اولادك. لا خدي حضرتك الاصعب. اتفضل. خدي حضرتك الاصعب. كون ان زوجة تخون جوزها في المجتمع مش شرط المصري هو مرفوض في الدول كلها. موجود. هو مرفوض. ده ابتلاء. هو مرفوض. بس ابتلاء وموجود. بس اتفضل. لو المصيبه على قد الخيانه في داهيه، اوكي، على الاقل اطلع بالولاد اللي انا شيت عليهم. بالظبط. اروح اعمل تحليل استرشادي في المختبر بعد ما شفت صوره المتهم، واول احساس جاني ان البنت الاخيره. طيب معلش عشان بس انا عايزه يعني عشان عايزه المشاهدين ما يدعوش مننا. حضرتك لما اكتشفت خيانه المدام حسيت ان الاولاد مش اولادك؟ يعني ليه جه في ذهنك ان الاولاد مش اولادك؟ يعني في رجاله كتير بتكتشف ان الست خاينه بس ما بيجيش في ذهنه الاولاد مش اولاده ابدا. ليها احداث. في بادئ الامر كان الشيء مستبعد، تمام. انما لما اتبعت لي مع الشخص اللي راسلني كل المستندات وكل الادله اللي بتشير الى ان هو ده الشخص، اول حاجه التطابق التام ما بينه وما بين البنت الصغيره. شبه البنت الصغيره. توأم. يعني شوفي بقى كوبي بيست. العيون، ملامح الوجه، الدقن، الخدود، الوش واحد، مع ان بنت بس الوش واحد. تمام. توجهت لمحامي، شرحت له كل حاجه. كان الدافع منه ان احنا نطمن على الولاد، ولو طلع الولاد الحمد لله اولادنا من سكات الله يسهل لك بعيد عني ومنك لله، تنفصل وخلاص، وحسابك عند اللي خلقك، وانا هحط السر في بقي واكتم عليه عشان خاطر اولادنا، كراما لاولادي، واخد ولادي بس اللي يلزمني ولادي، وعشان سمعه الولاد والبنات اللي يلزمني ولادي. رحت اعمل تحليل استرشادي في المختبر. جالي التحليل بيقول لي ان الولد والبنت الصغيرين اللي اتولدوا اثناء غربتي، خصوصا بقى كمان ان ابنه هو عنده ابن، الابن توأم من الابن اللي عندي. يعني ايه توأم من الابن اللي عندي؟ يعني شبهه، تحطيهم هما الاثنين جنب بعض، شبهه الاثنين واحد، بس هو مخلف من زوجة تانية. مخلف من زوجة تانية. فالولد شبه المفروض ده شبه ده ابنها. فانا خدت الاثنين دول اعمل لهم تحليل استرشادي. فوجئت ان التحليل جاي يقول لي ان الجينات الوراثيه غير مطابقه تماما. على اساسه تم تحريك دعوى زنا
تمام، في الدائره اللي انا تابع ليها، اسم تاني شبرا الخيمه. ومن ثم رفعت الى المحكمه، والنيابه حققت واستمعت لشاهد، وفوجئت باحداث رهيبه، انه كان بيتردد على بيتين قعدت فيهم، كان بيتردد بيت تم اثبات دخوله فيه بصفه الخال اخو الام. والشيء المخزي اللي حصل في الجريمه البشعه ديت، تخيل حضرتك لما يتقال انه خال زوجتي، ازاي تم تقديمه انه خال زوجتي عن طريق امها؟ متخيله البشاعه؟ الام هي اللي خدت العشيق لابنها لبنتها وقدمته على انه اخو الام، وطالع يطمن على بنت اخته. البيت التاني لما توقف فيه، انت مين يا ابني؟ وبتطلع طالع نازل كده، انت بتروح عند مين؟ انا بروح عند الاستاذه. صفتك ايه؟ انا اخوها. طبعا الناس دي كلها شهادتها او تم اثباتها. اترفعت، دخلت محكمه. يعني الام كانت عارفه بخيانه بنتها؟ للاسف مش عارفه. بس ازاي؟ ده كلام صعب جدا جدا جدا. هي قضيه يعني قلما جدى الزمان بمثلها زي طيب، ما بيقولوا. ادام اتكلمنا في الشق القانوني، بنروح لاستاذ تامر وبقول لحضرتك الخيانه الزوجيه للست، الموقف القانوني بيكون ايه؟ وليه دايما ان الموقف القانوني بيبقى للست اصعب عن الزوج؟ بص حضرتك، هو بالنسبه للقانون، لما كان بالنسبه للقانون في قانون العقوبات اوضح ان العقوبه بالنسبه لجريمه الزنا هي العقوبه الحد الاقصى ليها 2 سنين بالنسبه للسيده، لان السيده بيبقى ده مختلف عن الزوج؟ ده يعني العقوبه للزوج غير الزوجه؟ لا، العقوبه للزوج تختلف عن عقوبه الزوج. يعني الزوج لو هو الزوج وقع عليه زنا واتثبت بياخد قد ايه؟ هو بيبقى صعب قوي اثبات العقوبه على الزوج، مش زي السيده في عقوبه الزنا، لان تحريك الدعوه الجنائيه بيكون من قبل الزوج. يعني حضرتك عندك ان ممكن مثلا في قضيه الزنا لو الزوج رفع قضيه زنا على زوجته، ممكن في اي مرحله من مراحل الدعوه انه يتنازل عن الدعوه والمحكمه تاخذ بيها في اي مرحله. تمام. حتى لو الحكم نهائي، ممكن ان النهارده ان الزوج تنازل عن دعوى الزنا، فبالتالي بيتم ايه؟ الغاء القضيه بالكامل، وبتبقى النهارده يعتبر بمثابه تصالح. يعني حتى لو كانت الزوجه بتقضي في السجن، بتقدم طلب للمحامي العام وبيثبت فيها اثبات تنازل الزوج، وبالتالي بتنقضي الايه؟ الدعوه الجنائيه. طيب نرجع للاستاذ محمد، عايزه اعرف موقفه القانوني ايه؟ لا، هو موقفه القانوني ثابت وواضح بدليل الحكم اللي صدر ضد الزوجه، وبالاضافه الى التقرير الطب الشرعي DNA. هو في دلوقتي قضيه تانية مرفوعه انكار نسب. وعشان ناكد كمان ان الاستاذ محمد الهادي هو الصح مش الغلط، المفروض ان النهارده لما يرفع دعوه زنا وتم ادانه الزوجه بالسجن لمده 2 سنين، حكم نهائي غير بات طبعا، لان في تقرير بالطعن بالنقض، هي المفروض جات لها فرصه تانية ذهبيه ان كانت بريئه. يعني النهارده لما يكون النهارده في دعوى انكار النسب، لما المحكمه بناء على طلب دفاعها هي مش عاجبه تقرير الطب الشرعي الاولي، فقال انا عاوز اعرضها على لجنه ثلاثيه في مصلحه الطب الشرعي، يعني عشان يثبت براءه الزوجه، عشان نديها فرصه تانية، والقاضي اداها فرصه تانية ان هي تعرف اذا كان الاولاد دول ولاده او مش ولاده، يعني فرصه تانية غير الحكم الجنائي. تمام. وهيبقى استرشادي ليها لو هي طلعت صح في الحكم في النقض وكده. بالنسبه للجنحه اتعمل 3 مواعيد سعادتك. الميعاد الاولاني محاميها قال ان هي جايه وما جاتش، الميعاد الثاني برضه ما جاتش، الميعاد الثالث ما جاتش. فهي لو واثقه ومتاكده اولا ان هي انسانه بريئه، عشان حضرتك يعني هي تيجي تعمل تحليل؟ عشان تعمل تحليل، والاولاد تحليل، والمحمد الهادي برضه تحليل تاني. على عرض على لجنه ثلاثيه تثبت ان هم اولاده يعني. لا، اللي هي اللجنه الثلاثيه اعلى من اللي كشف، يعني اول مره بيكشف دكتور واحد. مفهوم. بعد كده بيبقى في لجنه ثلاثيه وفي لجنه خماسيه، احنا دلوقتي في اللجنه الثلاثيه، فهم طلبوا لجنه ثلاثيه اكبر على اساس ان يكشفوا مره تانية عشان يتاكدوا اذا كان اولاده او مش اولاده. وهي ما جاتش مره
وتاجلت مره تانية وما جاتش، ومره ثالثه وما جاتش، 3 مرات. انا النهارده لما اكون انا النهارده انسان بريء من تهمه وما عرفتش اثبت براءتي في قضيه معينه، وجات لي فرصه ذهبيه في قضيه تانية ان انا اقدر اثبت براءتي، المفروض يتم ايه؟ المفروض يتم ان انا اروح واثبت براءتي طالما انا متاكده من ان انا فعلا بريئه، وان فعلا دول اولادي واولاده، وان انا ما ارتكبتش اي جرم. تمام، هرجع لحضرتك تاني، بس خليني ارجع لمدام الف عين. حضرتك قلتي لي انك خنتي جوزك، عايزه اعرف ازاي هو اكتشف الخيانه دي؟ ما هو صاحبه اتصل بيا وسجل مكالمات بقى، وبعت له حاجه صوري وحاجته على التليفون، هددني بقى قال لي لازم تجيلي. يعني بعد ما حضرتك وقعتي في الخيانه مع صاحبه هو صورك؟ لا انا بعت له صور ليا انا. بعتي لمين؟ لصاحبه. لصاحبه. بعت له مره واثنين وثلاثه صور، وسجل له المكالمات وكده، وهددني قال لي لازم تيجي. ما كانش كده يعني معلش استني عليا. يعني انت قلتي لي ان انت كنت مضطره. صح كده الخيانه عشان ماسك عليا فرصه. طب بتبعتي له صور ليه؟ معلش حضرتك مضطره، حضرتك بتبعتي له صور ليه؟ ما هي بقى العلاقه دخلت في ايه بقى؟ ما الاعجاب والكلام انت انت حبيتيه وحبيتي خلاص، اللي هو وقعتي في الغلط بارادتك. الاول ما كنتيش مضطره. ايوه صح. تمام. بس وقعت بقى في الغلط وكده، وبعد كده لما رحت له الشقه وكده، وبعدين لما روحت بقى البيت وكده حسيت نفسي ان انا مش كده اصلا. هو حضرتك فضلتي قد ايه معاه في العلاقه دي؟ حوالي 6 شهور كده. 6 شهور في العلاقه. وبعدين كل مره كنت بتروحي بارادتك؟ لا هي رحت مره واحده بس، لكن بعد كده رفضت. وبقيت ال6 شهور؟ لا كان كلام بس عشان انا هبعد عنه، انا مش عايزه تمهيد للخيانه يعني؟ لا يعني مش حكايه كده، انا هبعد يعني هبعد عنه، بس انا 6 شهور. معلش استاذ اتفضلي. خلينا نبقى يعني منطقيين عشان برضو ايه المشاهد يستفاد مننا والناس تصدقنا. حضرتك 6 شهور بتكلميه عشان تبعدي عنه ولا عشان انت مستمتعه بالعلاقه؟ لا مش مستمتعه، انا عايزه اتراجع عنه، يا اما يحصل ان احنا نتجوز. طب ما هترجع يعني حابه ترجعي، يا اما احنا اتفقنا على ان احنا يعني معلش ثواني بس، تجوزي ازاي وحضرتك متجوزه؟ ما انا طلبت الطلاق من الاولاني، قلت له انا مش هقدر اعيش معاك تاني. عايزه تطلقي من الاولاني عشان التاني؟ يعني انت حبيتي التاني؟ بالظبط كده. يعني الموضوع ما بقاش غصب، الموضوع بقى ان وقعتي في الغلط معاه وحبيتيه فعايزه تنفصلي عن الزوج الاولاني. ايوه طلبت منه الطلاق فعلا، وفعلا الطلاق تم وخدته هو. طلقك؟ وخدت التاني خدت صاحبه. اتجوزتي صاحبه؟ طلع طب والزوج الاولاني عرف ان حضرتك على خيانه؟ عرف لما اتجوزتي صاحبه؟ عرف، انا حكيت له بقى على كل حاجه. حكيتي للزوج الاولاني؟ حكيت له على كل حاجه. حكيت له. كان رد فعله ايه؟ يعني صار فيا بقى وضرب بقى واهانه وحاجات كتيره بقى لازم ما بتحصل للزوج. مش اهانه، هو بيحاول ياخد حق من حقوقه. يعني مش هنقول اهانه وضرب ونقول ونطلع ان الراجل شرس وضربنا وبهدلنا. بس هو اللي عمل فيا انا النهارده مع احترامي يعني ماليش يعني شويه مش مع الرجاله، بس خلينا نقول ان برضو الرجاله بيقع عليها ظلم. فلما يجي يعني مساله شرف ويعني هو اللي وصل كده ويكتشف ان زوجته خانته، فنقول بقى ان يعني ضرب وخيانه، هو بيحاول يعني مسكين يرجع جزء من حقه بالنصار. يعني هو اللي عمل كده، ما هو حكى كل اسراره كلها ليه. مع احترامي ليكي انا مش بهاجمك، بس كلمه هو اللي عمل كده هو الغلطان؟ في الاول هو والله اللي غلطان في الاول. انا هسيب الراي ده للمشاهدين، بس انا بتكلم كرأي. مفيش اي مبرر ان الست تخون. انا ممكن انفصل حضرتك انت ممكن تنفصلي وتطلقي منه من قبل الخيانه، لان هو اوريدي احنا مش متفقين مع بعض، مش بيحترمني، بس مش عشان هو حصل مشاكل. البيوت ياما مليانه مشاكل، لا بس ياما مليانه مشاكل. الراجل مع احترامي، الراجل بيبقى عليه ضغط اكتر من الست. طبعا الست برضه عشان ما جيش الستات تزعل مني وتقول لي انت جايه مع الراجل وانت في صف الراجل وضد المراه، لا، بس خلينا نبقى متفقين. الراجل بيشتغل وملزوم يفتح بيت وملزوم يصرف على الاولاد، الست مش ملزومه بده. ولما الراجل بيأثر الست بتعمل مشكله، بتعمل هليله، وكل المجتمع بيبقى معاها، ونقول للراجل انت اتجوزت ليه؟ انت فتحت بيت، ملزوم من اولادك. فخلينا نقول برضو ان الراجل بيبقى تعبان وشقيان ومظلوم وي 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 وي
فبتحصل اوريدي مشاكل. فمش معنى كده ان نقول لا ده هو هني وبهدلني وخليني اروح لصاحبه او اخونه. ما أنا هقول ولا ايه راي لحضرتك- حضرتك في الكلام دوت؟ ما انا اقول لحضرتك ده هو اللي خلاه هو ما هو طمع فيا من كتر اسراره بتاعتنا احنا، بتاعت اوضه النوم كلها بقولها له كل حاجه ادق فهو التفاصيل. طمع. ادق التفاصيل. ازاي زوج يحكي لاي حد على اسراره؟ طب معلش يا مدام الف عين، حضرتك ليه استسلمت لده؟ يعني مع احترامي كنت ممكن حضرتك لو هو زوج متسرع او متهور او زوج يعني مش تمام، بس انا ممكن اقول له لا انا اسفه طلقني. انت ليه عشان يعني خاطر البنت اللي معانا، عشان البنت معاكي، فانت لقيتي كنت الاسهل ان مضطرة. الخيانه اسهل. لا هي مش اسهل، صعبه طبعا. تمام. هي صعبه طبعا، بس يعني هي جت غصبا عني انا. طيب. اصلا مش كده. طيب عشان ما توهش المشاهدين، حضرتك اتطلقتي من جوزك من قبل ما هو يعرف خيانه حضرتك. ايوه. وانا بحييكي على فكره، انا بحييكي، وحضرتك ست يعني فعلا قويه وجدعه جدا ان انت جايه النهارده تعترفي انا خنت وانا غلطت. أيوة. عشان المشاهدين يستفادوا من ده. بس خليني برضو ارجع لك في السؤال المهم، ان حضرتك بعد ما انفصلتي ايوه. قلتي له ان انت خنتيه مع صاحبه. ايوه. لكن هو ما كانش عارف. لا ما كانش خالص. عارف. لا. طول ما انتوا فتره انتوا متجوزين. اه. طيب تمام، رحتي اتجوزتي صاحبه. تمام. هو بقى ما جاش سال انت رايحه ليه تتجوزي صاحبي؟ ما انا قلت له انت اللي خليته يطمع فيا، وانت اللي عملتي فيه ده كله، وانت اللي خليته يتصل بيا ويكلمني. فقلت له ويقول انا لي كنت كلام بخونك كويس. معاه. ما انا قلت له، ما انا اتفضل. اعترفت له عشان ابقى انا صادقه مع نفسي. يبقى انا كده ايه طب يعني. هو كان رد فعله بقى ايه؟ ما هو بقى قاعد بقى يشتم فيا ويقول لي طب ليه عملتي كده؟ قلت له انت اللي وصلت لي كده، وانت اللي خليتي تعملي فيك. عشان ادق التفاصيل كانت كلها عنده، وكل اسرارنا كلها عنده، عارف كل حاجه عني. طيب هرجع لحضرتك تاني وبرجع لاستاذ محمد وبقول له يا استاذ محمد، موقف الاولاد دلوقتي عامل ايه؟ والله يا فندم هو بعد الفصل في جنحة الزنا وصدور أحكام نهائية ضد المتهم والعشيق بالسجن بأقصى عقوبة، كان على الطريق الآخر قضية إنكار نسب. القضية تم رفعها انطلاقا من إيماني إني ما أقبلش بخلط الأنساب، لأن ده عند ربنا وزر عظيم، وعشان تبعات الوضع ده في المستقبل. هدي لحضرتك مثل بسيط، لو جت بنت مثلا كبرت فضل الوضع زي ما هو قائم، وجت بنت كبرت ولا قدر الله ربنا يعني ما زلت لحد ما اموت هفضل ادعي لهم ان ربنا يلطف بيهم من اللي بيني وبينهم من خلال 11 سنه لان ما لهمش ذنب انت ما بتشوفش الاولاد خالص. الولاد تقدري تقولي ان هم في سجن هي مفيش خدت الولاد، مدارس. خدت الثلاث ولاد. مفيش مدارس، مفيش نزول للشارع، مفيش اي حاجه، مفيش خوف على حياتهم وعلى مصيرهم. تم تحريك الدعوه في الدرجه الاولى. خدت الولاد يعني واختفت. طبعا اه في الدرجه الاولى لان هم الولاد، ما هو الولاد هم الحقيقه. تمام. انا معايا تقرير من الطب الشرعي بيقول ان الولاد دي استحاله اكون ابوهم. طلبوا قدام المحكمه في الاسره لجنه ثلاثيه، لبينا الدعوه، رحنا للجنه الثلاثيه مره واثنين والثالثه جايه في الطريق. انا اسف للاستاذ تامر في تصحيح المعلومه، الثالثه جايه في الطريق كمان يومين ومفيش حد بيجي. جه في ذهني مثل دلوقتي بيقول لك ايه، الام اللي مش بتخلف الام اللي بتربي. ثواني يا فندم هقول لحضرتك، ما انا كنت جاي طب لحضرتك. خليني اكمل المثل اقول بتاعي. لحضرتك والله انا طب خليني اكمله، هزعل قوي خالص. لا ما يهونش عليا خليني زعل. اكمله. ما يهونش علينا زعل. الام اتفضل. اللي بتربي مش بتخلف. تمام. المثل ده بينطبق على الرجل كمان. تمام. الرب يعني طبعا الاب اللي مش هتبقى زي الام، بس كمان انت تعبت فيهم وربيت وشلت على ايدك وصرفت وكبروا قدامك. ما قلتش يعني انا طب ما اقدرش ابعد عنهم. تمام. فجأة بقوا بعيد. ارد. اتفضل. انا بني ادم اكيد وكلنا بشر، اكيد. وربنا سبحانه وتعالى قال في ولا كتابه. بتشوف الخيانه فيهم؟ انا جاي لحضرتك. اتفضل. حضرتك سالتي سيبيني اتفضل أرد. اتفضل. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الا وسعها، لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. طيب المثال ده لها ما كسبت. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، صدق الله العظيم. تمام. المثال ده لو كنت عرفت انا الحقيقه وهي مثلا ماتت، تمام، وجالي خبر العيال دي مش عيالك، خلاص هي عند مين؟ عند ربنا. عند ربنا. تجاره مع الله لن تبور، وخلاص وحياتي اند لحد كده والموضوع انتهى وانا هكمل معاهم.
انما لما اجي يطلب مني ان انا اتقبل ان انا اربي اطفال، تمام، هم مش ولادي، ابوهم عايش قدامي، امهم عايشه قدامي، وانا اللي مكلف إن أنت اني اشقى تربي؟ واربي واعمل، واجي في الاخر لا قدر الله، لا قدر الله بنت من البنتين، هم 3 بنتين وولد، بنت من البنتين تنحرف او تاخد سلوك زي امها وهي كبيره، مين اللي هيعاني تاني بعد 10 سنين؟ انا. مين اللي هيتعب بس تاني؟ مش شرط ان الام تبقى ما هو تنحرف ثواني، والولاد يطلعوا ثواني. زيها. اتفضل ده مثال. اتفضل. فهعاني تاني بعد 15 سنه. طيب خدت الولاد وقلت انا اللي هربيهم، قلت انا اللي هربيهم، طب انا اتجوزت، حبيت اتجوز تاني، خلفت، تمام، ده ابني وده ابني، ده ابني وده مش ابني، تمام كده؟ تمام. الاتنين تعبوا، بعاطفه الاب هروح لمين؟ يعني خلينا نقول ان حضرتك انا عن نفسي الموضوع ملوش واحنا علاقة كلنا باللي مقدرين بيني- موقف حضرتك. اللي بيني وبين الولاد ده يعلمه الله. عمري في حياتي ما تمنيت لهم غير كل خير، لان لا ذنب لهم ولا تزر وازره وزر اخرى، ولكن احنا في قضيه اساسها عدم الاعتراف بخلط الانساب. خلط الانساب عند الله أكيد. عظيم، لان بيترتب عليه حاجات في المستقبل بشعه. فده كان مبدأنا وانطلاقنا في محكمه الاسره. توجهنا لمحكمه الاسره، وشاء القدير لعليه السميع ان الاول مره يتم توجيه يمين اللعان في محكمه الاسره. تمام. ووجهت يمين اللعان ولم تمثل. طلبت لمحكمه الاسره للدفاع عن حقها وحق اولادها ولم تمثل، مره واثنين وثلاثه. طلبوا لجنه ثلاثيه ورحنا ولم تمثل. تمام. طيب النهارده انا اسف، النهارده اتفضل، انا اتفضل، بعاني، اتفضل كمل. انا بعاني او بناشد، بلاش اعاني، احنا بنناشد يعني كل القائمين في وزاره الداخليه يساعدوني انا كمجني عليه، ويساعدوا الاطفال ال3 اللي قيد سجن صغير. الولاد دول يا فندم محطوطين في سجن، هم بره السجون المعروفه، ولكن لما يتحبسوا في اوضه ولا في مدارس ولا 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 وحقهم في الحياه يضيع من القائمين على الاحتواء بيهم، مين المسؤول؟ فانا بطالب اي حد في وزاره الداخليه، اتمنى يسمعوا استغاثتي ويسمعوا صوتي، ساعدوني في القبض عليهم ان شاء الله. ساعدوني في القبض عليهم. بس ان شاء الله صوتك بإذن الله. هيوصل، وهنكمل بعد ان الفاصل. شاء الله. اتفضل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبرجع للاستاذ تامر واقول لحضرتك الستات بيقولوا ليه القانون بينصف الراجل حتى لو خان عن الست؟ هل ده حقيقي اولا؟ بص حضرتك، انا هقول لحضرتك على حاجه. القانون لما بيجي النهارده بيفرق بين الراجل والست، لان وضع الست اصعب بكتير جدا. الراجل مش هيخلف، يعني النهارده لو حصلت خيانه الراجل مش هيخلف. الراجل اللي ممكن يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه، الشرع محلل له 4، انما الست الشرع مش محلل لها 4، مش محلل لها 2 في وقت واحد، فخطورتها اكتر من الراجل بكتير. يعني النهارده لما تيجي واحده ست وتخون ويحصل زي اللي حصل مع الاستاذ محمد هادي، ده موضوع في الدوله وفي الدين كبير جدا. يعني نمره 1 لو في الدوله، الاسامي اللي هي بتاعت شهادات الميلاد دي اللي طلعت دي هيتم فيها ايه بعد ما يتم انكار النسب؟ الاسامي اللي هي بقت موجوده في السجل المدني هيتم فيها ايه؟ يعني كل دي حاجات هيتم تداركها بعدين. بس كل دوت موجود جوه الدوله. والنهارده في غلطات كبيره في الدوله، في خلط انساب هيحصل في الدين. لو هنتكلم في الدين في خلط انساب. طيب القانون لسه هقول لحضرتك، القانون بيقول ان الاولاد للفراش، فهل الاولاد هيفضلوا باسم الاستاذ محمد؟ الى الان لغايه وقتنا هذا إلى أن يتم حكم محكمة الأسرة. يعني إحنا في انتظار حكم محكمة الأسرة، لأننا النهاردة حلفنا اليمين العام ورحنا لمصلحة الطب الشرعي، فالقضاء هو اللي بيقول كلمته في الآخر. آخر حاجة يتم فيها الفصل، لأن دي كمان إحنا استئناف، يعني إحنا في الدعوة استئنافية، يعني مفيش بعد كده درجة تانية. فالنهاردة حكم المحكمة هو اللي هيبقى الفاصل الوحيد بين الزوج وبين الزوجة وليه الأولاد، لان في تبعيات كتيره جدا. يعني ممكن اسمائهم تتغير يا استاذ تامر؟ ممكن الاسماء تتغير. ما لازم تتغير، يعني لما يطلع الحكم. وبتروح بقى للاب الحقيقي ولا الاطفال دي
الاسماء يعني بيبقى اسم الاب ايه، هيحصل ايه معاهم؟ هو دلوقتي بالنسبه للعشيق وبالنسبه بالظبط. لمحمد هادي، دلوقتي العشيق الى الان مدان ان هو عشيق مش والد، عشان ناخد بالنا من النقطه دي. تمام. هو الى الان هو العشيق، ولكن ما ثبتش او لم يتم اثبات ان هو الاب او هو الاب للثلاثه، او هو الاب الواحد لحد من الثلاثه، او هو الاثنين من الثلاثه. يعني لغايه الى الان لم يثبت. ليه؟ لان هو ذات نفسه ما تمش النهارده، ما راحش الطب الشرعي او تم الكشف عليه، او تم النهارده يشوف الجينات الوراثيه بتاعته مطابقه للاطفال ولا لا. طب مش حضرتك طلبت دوت؟ ده هتطلبها فين؟ ده النهارده محكمه الاسره اللي موجوده في محكمه الاسره. هو اساسا نمره واحد لم يمسم في الجنحه في كل الدرجات. فهربان. وبالنسبه للاسره، انا بالنسبه لي انا في دعوه الاسره انكار النسب فقط لا غير، انما يتنسبوا لمين ده مش موضوعي. دي قضيه تانية. ده قضيه تانية وطرفهم هم يخصهم هم. هي اللي تثبت دول ولاد مين، وهي اللي عارفه. مين ابوهم؟ الام دايما هي اللي عارفه طبعا مين ابوهم، هي اللي عارفه دول اولاد مين. فبالنسبه للقانون، احنا بالنسبه لنا احنا ما يهمناش يتثبتوا باسم مين، احنا اللي يهمنا ان هم ما يبقوش في حاله الحكم القضائي في محكمه الاسره بانكار النسب. لان بعد كده حضرتك بيستتبع القضيه دي لما يكون في انكار نسب، وهتبقى لاول مره في مصر لاول مره ان يتحكم بقضيه انكار نسب. تمام. حضرتك طبعا عارفه القضيه المشهوره بتاعت زينه واستاذ معروف طبعا. احمد عز يعني، والدنيا دي كلها، فكان نفس الحوار زي كده بالظبط طبعا. وما اتحكمش برضه. فالقضيه بتاعتنا دي لو اتحكم فيها هتبقى اول قضيه انكار نسب في جمهوريه مصر العربيه. طيب بروح للاستاذه الف عين وبقول لها حضرتك دلوقتي موقفك ايه بعد ما انت اتجوزتي من العشيق؟ لقيته برضه عينه زايغه وزباله كمان، يعني كمان العشيق عينه زايغه اكتر من التاني كمان. اللي هو عمل علاقه والبيت اتخرب وحضرتك سبتي طبعا، وقعتي في خطأ كبير. ايوه. بص عليكي. واتجوزنا وكده، وما قعدتش معاه حوالي سنه ونص ولا سنتين وسبته بقى دلوقتي. اتطلقتي منه؟ فصلتي عنه. الولاد بقى كانوا فين؟ معايا. يعني انت دلوقتي العشيق كمان طلقك؟ ايوه. وقاعده طبعا ما اتجوزتيش؟ لا. طب حاسه بايه؟ بندم طبعا، ندمت. ندم جامد قوي على فكره. لسه يعني كنت اقول لك تقولي ايه لاي ست هتقع مع الاسف في لا الخطأ الكبير ده. ما تعملش الكلام ده، لا ما تعملش الكلام ده خالص. هي عايزه تعيش بالمعروف معاه، تعيش بالمعروف معاه، ما تعيش يبقى احسن. بنتي طبعا عشان خاطر البنت ديت اللي بتبقى معايا. يعني ايه اصعب لحظه كانت بتمر عليكي مدام الف عين؟ كل ما افتكر الموضوع بتاع اللي انا عملته دوت، الموضوع الخيانه دوت، بتألم جدا. الاهل عرفوا؟ طبعا. وقعت في مشكله وقعدوا معايا واتكلموا معايا وصراحه يعني خلوني يعني ندمت على كل حاجه وحشه عملتها. طيب بنتك من زوجك الاولاني موقفها ايه معاكي؟ هي صغيره مش عارفه حاجه لسه. مش عارفه حاجه. عندها كام سنه؟ 7 سنين. اكيد طبعا بيجي في بالك لحظه ان ما بنتك تكبر تقول لك انفصلتي عن بابا ليه؟ هتقولي لها ايه؟ مش هقول لها طبعا، ما اقدرش اقول لها. بس اللي حواليكي والمحيطين بحواليكي عارفين ان الموضوع، عارفين ان حضرتك وقعتي في الخيانه. ممكن حد تاني يقول لها فتيجي تسالك، ردك هيكون ايه؟ ما فكرتيش؟ فكرت. يعني هقول لها انا غلطت، وده دلوقتي بدفع الثمن، دلوقتي ليكي الثمن بدفعه لك. يعني انا ندمانه جدا، ندمانه. اي ست يحصل لها اي مشكله ما تبصش لحاجه تانية، يا تعيش بالمعروف يا تفرق بالمعروف بس. كلام مهم، بس عايز ارجع للاستاذ محمد واقول لحضرتك عايز توجه ايه رساله للمجتمع وزوجتك السابقه؟ والله يا فندم، هو لو هوجه رساله للمجتمع بقول لكل انسان مسؤول عن اسره وعن بيت، اول حاجه تتقي الله في حياتك. الزمن بقى صعب، التحديات بقت اصعب، دخول النت وتوغله داخل البيوت حتى بكل طبقاتها. النت النهارده بقى، مع احترامي لكل المهن وكل الشخصيات اللي في المجتمع المصري،
بس برضو مش هنقول ان النت سبب في الخيانه. استاذ ولكن محمد، هي خلينا نقول طريقة- ان هي الخيانه طريقة تواصل. يعني من زمان، من قبل النت ومن قبل مع الموبايلات. حضرتك، أنا مع اللي حضرتك. عايز يخون بيخون، خلينا متفقين ان ده ولكن بيسهل برضو يعني، هو طريقة يقصد تواصل تسهيل اكتر من وبيساعد. الاول. لأن كان في بيساعد المجتمع- للي عايز. اللي عايز طبعا طبعاً. بيساعد هو للي في عايز. الاساس بالظبط كده. تربيه. بالظبط. في الاساس مظبوط. احسنوا التربيه، يعني الايمان بالله ده رقم 1، التربيه رقم 2. بعد كده المراقبه على كل حاجه في حياتكم. في البيت راقبوا اولادكم، شوفوا اولادكم بيتكلموا مع مين، راقبوا اصحابهم، شوفوا اصحابهم مين. كل ده طيب عوامل. لو زوجة حضرتك السابقه بتسمعك دلوقتي تقول لها ايه؟ انا بقول لها انا ورا حقي لغايه ما اموت ومش هسيبه. انتوا قبلتوا ان انتوا تدفنوا 3 اطفال بالحياه، نزلتوا بكل ما هو يعني رخيص عن حقهم في الحياه. خفتوا على نفسكم وعلى المجرمين اللي اشتركوا معاكم في الجريمه البشعه ديت. انا ورا حقي لغايه ما اموت، عمري ما هكل ولا همل لحد ما اوصل له. ان شاء الله باذن الله ربنا هينصرني، وافتكر ان مشوار القضيه من ساعه ما ابتدت في 2018 لغايه النهارده تبقي رايحه يا فندم المحكمه عارفه ان الطبيعي ان انت هتاخدي القرار ده، يقوم ربنا سبحانه وتعالى انا اسف يديكي قرار تاني خالص. من شأنه ان الحق رايته تعلى. فلو انت سامعاني، انا بيني وبينك موقف عظيم امام الله، ده رقم 1. وبيني وبينك على الارض حق، وهاخده ان شاء الله هاخده. كان عندي بس تعليق بسيط للألف عين في موضوعها، اتفضل. وهرجع بس في رسالة صغيرة وتانية بسيطة سريعة جدا. اتفضل يعني. سريعا. بالنسبة للأستاذة ألف عين، أنا عايز بس أقول لها إن هي النهاردة اتطلقت واتجوزت التاني. كان من باب أولى بدل ما يعني كانت تخون وتتطلق وتتجوز التاني، ما كانش فيه داعي للخيانة أصلا. كانت ممكن تتجوز التاني، وده طريقة مشروع بدون خيانه. بدون خيانة. ما أنت كده اهو اتطلقتي، كده اتطلقت وسبت الاولاني واتجوزت كده التاني، اذا ما كانش في داعي للخيانه. تمام. دي نمره 1. نمره الرساله 2، الثانيه. الرساله الثانيه انا بقولها لاهليه زوجة الاستاذ محمد، ان هم المفروض كاهلها كوالدها ووالدتها واخواتها ان هم يبقوا حريصين اكتر منها على اثبات براءتها، ويحاولوا ان هم يودوها مصلحه الطب الشرعي لاثبات ان هي بريئه المره اللي جايه اللي هي يوم 20/9. بشكر حضرتك وبشكر ضيفنا العزيز وبشكر الاستاذه الف عين. وعايزه اقول زي ما الراجل بيخون الست كمان بتخون، بس عايزه اقول اوعوا تفتكروا ان ممكن مفيش حد يشوفكم، ولو مفيش حد شايفكم ربنا شايفكم. راقبوا ضميركم قبل ما تفكروا في الخيانه. اشوفكم ان شاء الله